تم إيقاف 32 ألف حساب بنكي كان يتقاضاه أولاد البوفوار أساسا، وتم إيقاف صب المعاشات في 1500 حساب تابع لشركة سوناتراك، أصحابه كلهم مقيمين بفرنسا، محسوبين على المكاتب المسؤولة عن ودائع سوناتراك الناتجة عن بيع الغاز والبترول. حساب واحد كان يأخذ ما قيمته 45 مليون سنتيم كشهرية. وتم إيقاف 1200 حساب بنكي تابع للخطوط الجوية الجزائرية مكاتبها بأوروبا وفرنسا برواتب لا تقل عن 30 مليون سنتيم شهريا. وتم فسخ عديد العقود مع مكاتب دراسات فرنسية متعاقدة مع وزارات جزائرية. هذه المكاتب معظمها كان يمارس نشاط استخباراتي لصالح فرنسا. وفي قادم الأيام بإذن الله سنكلمكم لاحقا عن أزيد من 5000 طالب يأخذون راتب قدره 2000 أورو كل 3 أشهر، نظير انضمامهم لجمعيات ورابطات مشبوهة تعمل على تنفيذ توصيات فرنسية داخل الوطن.